كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نديرو واحد الأكلة اللي هي سهلة وبسيطة الصراحة وما كتمليش منها، وبطريقة اللي هي سهلة، والدجاج يعني شي حاجة بسيطة، يعني ماشي ضروري خصو يكون فروج أو يعني. أنا درتها بواحد الطريقة اللي يعني الدجاج ما عنديش بزاف الدجاج، كان عندي واحد شوية الدجاج هو اللي باش درتو قلت اش غندير الغدا. الدجاج يبان ليا قليل قلت والله حتى غنديرها واخا ما كاينش الدجاج بزاف. كيما تشوفوا هنا غندوزو إن شاء الله المقادير. هنا شدينا واحد شوية الربيع قطعناه، درنا شوية ديال الإبزار، الملحة، سكينجبير، ل ل الخرقوم، عرق، درنا شوية ديال الملحة، درنا شوية ديال التومة كيما كتشوفوا كنحكو في التومة، دابا نحط 2 فصيصات ديال التومة أو 3 يعني نتوما شحال ما بغيتو. كاين عندنا واحد الطويمة ديال السمن، غندير غير النص ديالها ما غنديرش بزاف. على ذكر الملحة، الملحة راه ما تكتروش بزاف حيتاش هي أصلًا الدجاج بالدغميرة راه ما كيبغيش الملحة بزاف، مع أصلًا حنا غنديرو مع الزيتون في الآخر. وديري واحد نص صويمة ديال ضامة ديال الدجاج، ديري شوية ديال الزيت وديري واحد الكاس ديال الماء. فاش تطحنينا هادوك المكونات مزيان غنطحنوهم مزيان. بعد كيما كتشوفوا ها نتوما راه تبارك الله داك الشي جا زوين، هذاك البلول داك لاصوص خاطرة. غادي تخلطي فيه هداك الدجاج مزيان. شديت الكانصة قطعتها على 4، الكانصة درتها على 4 يعني ما رققتهاش بزاف، صراحة كتجي زوينة كتعطي واحد المذاق عرفتي حتى هي يعني هي اللي كتخلي ديك المرقة معسلة خاطرة. شدينا شوية ديال الكبدة، شديتو سلقتو مع شوية ديال التومة وشوية الحامض باش ميبقاش فيه داك الزفر. إلا كان عندكم الخل ديروا الخل، أنا درت غير الحامض صافي. وكتخلطيه مع ديك لاصوص ديال اللي درتي، وكديري مع ديك البصلة مشلضة كيما شتيني أنا طحنتها في الهاشوار بزاف، يعني خاصك طحنيها تولي بحال حكا في ديك ديال المطيشة. أنا طحنتها غير في الهاشوار مزيان صافي. وتسدي على الكوكوط واحد 15 دقيقة حتى 16 دقيقة هكاك، وديري معاه هذاك الزيتون بالعظم او الزيتون بلدي، شوفي انتي شنو كتبغي. ديري واحد نص حويمضه حتى هو فوق منها من الفوق صافي. وغتعاودي تسدي عليها عاوتاني، غتخليها واحد 15 دقيقه تقريبا هكاك، يعني هاد غير كتوجد معاكم الصراحه وكتجي لذيذه، يعني راه دغميره دغميره الصراحه، راه كتجي واعره بحال ديال العراس. كما قلت لكم ما يحتاجش الكميه يعني بزاف ديال الدجاج، خاصني ضروري ندير الدجاج بزاف باش وتستافدي حتى من ديك الكانصه اللي كتبقى لك وديك الكبده وهذيك العنيقات ديال الدجاج اللي كيبقاو لك دائما، كيبقاو لك في الاخر ديال كيبقاو يعني كيشيطوا لك وما كتعرفيش ما كديري بهم. هذه هي الطريقه باش ديريها. كان عندي شويه الدجاج ما كانش بزاف، شديت هذيك عنيقات الدجاج شديتهم رققتهم قطعتهم على 4، كل عنق قطعته على 4. الكانصه قطعتها على 2 وخليتها حتى هي على 4 عفوا. الكبيده شديتها سلقتها ودرت ليها شويه الثومه باش ما تبقاش مسفره ودرتها معاهم الصراحه يعني كتجي زوينه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش واحد لايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا، وكنشكركم على تتبعكم ومتابعه ديالكم، شكرا لكم بزاف. والى فيديو جديد ان شاء الله وحلقه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.